انت عمرك سألت نفسك ليه كل شوية ببدأ وببطل؟ ليه بحس اني متأخر واني ضيعت كتير؟ طب ركز كده في الجملة دي ثواني. مفيش أيام ضايعة غير اليوم اللي بتسيبه يعدي من غير ما تعمل فيه حاجة. على فكرة دي مش جملة تحفيزية، ده مبدأ حياة ناس كتير جدا عايشين بيه. كلنا عندنا أيام ضاعت كتير قوي، بس الفكرة مش انك تفضل تبص وراك وتعد الخسائر، الفكرة انك تقول اللي فات انتهى واللي جاي هو اللي لسه تحت تصرفي. فاكرين صاحبنا سيف دكتور الأسنان؟ كان حاسس ان حياته كلها كانت ماشية بروتين واحد، كل يوم بيعدي شبه اللي قبله، وبدأ يسأل نفسه هو انا ليه مش مبسوط؟ ليه حاسس اني مش بعمل حاجه حقيقيه؟ في يوم وهو بيتمشى سمع بودكاست كان بيتكلم عن مفهوم اسمه نو زيرو دايز، يعني مفيش يوم يعدي من غير ما تعمل فيه اي خطوه، اي خطوه حتى لو كانت بسيطه قوي، حتى لو كتبت سطر، قريت صفحتين، اكلت اكل صحي، اتكلمت مع حد بتحبه، المهم ما يبقاش يوم بصفر. الكلمه دي خبطت جواه، حس انها بتكلمه هو. رجع البيت مسك ورقه وقلم وكتب فيها بخط كبير نو زيرو دايز، وعلقها فوق مكتبه، ومن ساعتها بدأ يعمل حاجه بسيطه كل يوم. وبعد اسبوعين بدأ يحس بفرق، بعد شهر بدأ يشوف نفسه بيتغير، وبعد 3 شهور الناس حواليه بقوا يقولوا له انت بقيت انسان تاني. الفكرة كلها انك تقرر ان كل يوم يكون له تمن وله لازمة، مش انك بتصحى وخلاص، وانك مش لازم تعمل انجاز ضخم، بس لازم تعمل خطوة. في فيديو النهاردة هنتكلم عن اصل فكرة نو زيرو دايز، وليه انتشرت، وازاي العلم والنفس بيأكدوا انها فعلا طريقة فعالة للخروج من الركود. وكعادتنا بقى جهز مشروبك اللذيذ وتعالى كده نبدأ نتكلم عن الفيديو، لان اللي جاي ممكن يغير نظرتك للحياة كلها. السلام عليكم، مساء الخير ويا رب تكونوا بخير. أنا حسن نجار، وخلينا النهاردة نتكلم عن فكرة نو زيرو دايز. الناس كلها بتدور على سر التغيير، بس السر عمره ما كان في خلطة سحرية أو كورس ب1000 جنيه، ولا حتى في فيديو تحفيزي مؤقت. السر بدأ ببوست واحد على موقع ريدت سنة 2013. واحد هناك كان تايه في حياته، دخل يشتكي، حاسس بالوحدة، مش عارف يبدأ إزاي، حاسس إن حياته ملهاش معنى، وبيسأل أعمل إيه؟ أنا ضايع ومفيش أمل. رد عليه شخص بكلام بسيط قوي بس غير العالم فعلا، قال له نو مور زيرو دايز، يعني مفيش يوم يعدي صفر انجاز ولا حتى حاجه صغيره. وكمل رده بكلام مؤثر جدا، قال له حتى لو كتبت سطر واحد في يومك انت كده كسرت السكون، حتى لو غسلت طبق انت كده بتتحرك، حتى لو فتحت ملف شغلك دقيقه واحده كده مفيش صفر. البوست ده انتشر بشكل كبير قوي، ناس من كل انحاء العالم بدات تطبق الفكره دي، وبدل ما يستنوا المزاج والحماس والفرص بقوا ياخدوا خطوه صغيره كل يوم. واحده اتكلمت عن الاكتئاب، قالت كنت قاعده في السرير شهور، بس لما قررت ابدا بنو زيرو دايز بدات افرش السرير، بعدين بدات اطبخ، بعدين طلعت من البيت، وبعد شهور رجعت شغلي وبدات احب نفسي من تاني. خطوات صغيره قوي لكن اثرها مع الوقت كبير جدا. طب ليه الفكره دي فرقت اصلا؟ لانها بتكسر فكره معينه كده عند الناس، يا ابيض يا اسود، يا اتمرن ساعه يا بلاش، يا اما ذاكر 5 ساعات يا مفيش داعي، يا اما ابدا من اول الاسبوع يا مش هبدا خالص. لا خالص، نو زيرو دايز بقى جت تقول لك لا، اعمل حتى حاجه صغيره جدا بس ما توقفش، وده بيخلي المخ يبدا يحس بالانجاز، وده بيطلع جزء من الدوبامين، وده اللي بيخليك تكمل. وده على فكره مدعوم من علم النفس السلوكي، اسمها نظريه الزخم السلوكي او البيهيفيرال مومنتوم، اللي بتقول ببساطه لما تبدا بحركه بسيطه فرصتك انك تكمل بتزيد، لكن اللي بيفضل واقف بيغرق اكتر. والاجمل الفكره دي مش محتاجه ادوات ولا فلوس ولا ظروف معينه، قرار. حرفيا كل اللي انت محتاجه هو قرار من جواك انك مش هتسيب يومك يعدي على الفاضي. واللي بيبدا بنو زيرو دايز بيلاقي نفسه بعد فتره بيعمل حاجات عمره ما كان متخيل انه هيعملها، مش لانه خارق بس لانه فضل يتحرك. خلينا نكون واقعين شويه، لما تسمع لازم تعمل حاجه كل يوم اول حاجه هتقولها اصل انا مش فاضي، مش بعرف التزم، بكسل، كل ما ابدا ببطل. وعشان كده هنكسرها حته حته ونشوف ازاي ممكن نطبق مبدا فكره نو زيرو دايز في كل جانب من جوانب حياتنا ببساطه وبشكل يناسبك انت. خلينا بقى ناخد كل جانب من جوانب حياتنا، ازاي تطبق نو زيرو دايز في الشغل او الدراسه. فاكر اليوم اللي كنت بتقعد تبص للمذاكره او للشغل وتقول هبدا بكره؟ بكره ده بقى بيتكرر كل يوم وبيتحول لشهر كامل ضايع. الحل؟ ابدا بحاجه بسيطه، اقرا فقره واحده، ابعت ايميل واحد، نظم فولدر على جهازك، راجع جزء بس حتى من مذكراتك القديمه، المهم تبعت رساله لعقلك انا اتحركت النهارده. كل خطوه صغيره بتفتح الطريق لقدام. طب ازاي تطبق نو زيرو دايز في تطوير نفسك؟ حلمك انك تطور من نفسك، تبقى احسن نسخه من نفسك، يبقى لازم تبطل تستنى الظروف. ممكن تبدا انك تسمع بودكاست مفيد 10 دقائق، تكتب افكارك في ورقه، تتفرج على فيديو بيعلمك حاجه جديده، تمارس تمارين تنفس وتامل حتى لمده 5 دقائق في اليوم. ده كده اسمه نو زيرو داي، حاجه بسيطه بس بتبني عاده التغيير جواك. ازاي تبدا نو زيرو دايز في علاقتك بنفسك الداخليه؟ في ناس عمرهم ما قعدوا مع نفسهم ولا حتى سال نفسه انا حاسس بايه او انا نفسي في ايه. مبدا نو زيرو دايز هنا معناه تكتب لنفسك رساله حتى لو بسيطه جدا، تخرج تتمشى لوحدك، تفضفض لنفسك حتى بصوت عالي، تقلل الضغط على نفسك،
ترحم نفسك شوية، لأن الحياة يا صديقي صعبة بما فيه الكفاية، فمش هتبقى أنت والحياة على نفسك. اليوم اللي بتفهم فيه نفسك حتى بنسبة 1% مش يوم ضايع. إزاي تطبق نو زيرو دايز في علاقتك بالناس؟ عندك حد مضايقك أو حد بقالك كتير ما كلمتوش، اعمل حاجة واحدة بس، ابعت له رسالة، افتح موضوع صغير، اسأله عامل إيه، حتى سامح من جواك حتى لو مش هتتكلم معاه. الخطوات الصغيرة دي بتصلح اللي بيبوظ كل يوم، وممكن يبقى فيه فرصة كل حاجة تتصلح في وقت ما. طب ازاي تطبق نو زيرو دايز في صحتك؟ دي من اكتر الحاجات اللي بنكسل فيها. بنقول الدايت صعب، الجيم مش وقته، لكن نو زيرو دايز هنا معناها انك تشرب كوبايه ميه زياده كل يوم، تطلع سلالم بدل الاسانسير، تمشي لو حتى 10 دقايق، تاكل وجبه صحيحه بدل الفاست فود، تعمل تمرين ضغط واحد. مش لازم تصلح كل حاجه، بس لازم تبعت لجسمك رساله انك موجود وبتهتم بيه. في الاخر مفيش مجال من حياتك ما ينفعش تديله حاجه، ولو حاجه صغيره قوي. بس خلي بالك، المعنى مش انك تبقى مثالي، المعنى انك تبقى مستمر حتى لو بأضعف الايمان. بص، كل لحظه في حياتك بتاخد فيها قرار، حتى لو كان قرار انك ما تعملش حاجه، فده في حد ذاته قرار. تعال نرسم صورتين ممكن تبقى انت في واحده منهم بعد سنه من دلوقتي. الصوره الاولى انت ما عملتش حاجه خالص، زي اكرم عنده 24 سنه، خلص جامعه من سنتين، كل يوم بيصحى الساعه 12 الظهر، يفتح موبايله ويقعد يتفرج على فيديوهات، يقول لنفسه هبدا بكره، هبدا اقدم على شغل او هبدا اتعلم اي حاجه جديده. بس بكره دي مش بتيجي. بعد 3 شهور بدا يحس انه تايه، بدا يشوف زمايله بيتحركوا وهو لسه واقف مكانه، بدات ثقته تهتز، وبقى كل مره يفكر هو انا بضحك على نفسي، هو انا مفيش فايده فيا. بس الحقيقه هو ما عملش ولا خطوه عشان يقدر يعرف. الصوره الثانيه حد بدا يطبق النو زيرو دايز زي اكرم برضه، بس قرر يبدا بقى بخطوه صغيره. قال كل يوم هعمل حاجه بسيطه مهما كانت. اول يوم كتب هدفه في ورقه، تاني يوم فتح لينكد ان ودور على 3 فرص لشغل، تالت يوم سمع بودكاست عن تطوير الذات، رابع يوم بدا كورس اونلاين درس فيه اول فيديو بس. بعد شهر بدأ يصحى بدري، بقى بيحس انه بيكسب نفسه كل يوم، بدأ يحس انه في سكة حتى لو كانت بسيطة. بعد 6 شهور جات له أول فرصة تدريب، بعد سنة بقى في شغل ثابت كل يوم، ولسه مكمل لحد النهاردة، بس مكمل كل يوم بخطوة واحدة حتى لو كانت بسيطة. الموضوع يبان بسيط بس تأثيره عميق جدا. اليوم اللي بتقعد فيه وتقول مش قادر، لو قدرت تغسل طبق، لو قدرت تكتب سطر، تتمشى حتى 5 دقايق، هو يوم مش ضايع، انت كده كسبت اليوم ده. وكل يوم بتكسبه بيبني فيك ثقة، بيفهمك انك تقدر، وبيعرفك ان المشكلة بس ان انت مكسل. بس تعال نكون صادقين، حتى لما تبدأ وتكمل في ايام هتحس انك تعبت، هتلاقي نفسك بتسأل هو انا بعمل كل ده ليه؟ هو في نتيجة فعلا؟ ساعتها افتكر ان العمر كله مش بيتغير في يوم، بس بيتغير من ايام صغيرة بتجمع بعضها. كل سطر بتكتبه، كل مرة بتقاوم الكسل، كل مرة بتتحدى الإحباط بخطوة بسيطة. دي مش حاجات صغيرة، دي بداية حياة جديدة. خلينا نتفق على حاجة مهمة جدا، البداية مش أصعب حاجة، المحافظة على الاستمرار هو الأصعب. أغلب الناس تبدأ والحماس عالي، بس بعد شوية الطاقة دي بتقل، الحماس بيبرد، ويبدأ يدور على أي سبب عشان يوقف. وعشان كده لازم تبقى فاهم إيه اللي جاي بعد البداية، ولازم تبقى جاهز له. أول حاجة بتحصل فقدان الحماس. شاب مثلا عنده 26 سنة كان بيحلم يفتح قناة على اليوتيوب، بدأ فعلا ونزل 3 فيديوهات وكان متحمس جدا، بس بعد أول أسبوع المشاهدات قليلة ومفيش تفاعل. بدأ يسأل نفسه هو أنا بعمل كده ليه؟ فقرر يوقف. ليه؟ لأنه ربط النجاح بالنتيجة السريعة، ونسي إن الخطوة اليومية الصغيرة أهم من النتيجة اللحظية. طب الحل ممكن يكون إيه؟ افتكر هدفك الحقيقي، افصل بين اللي بتعمله والنتيجة، خلي المكسب إنك تكمل وما تبطلش. الملل. بنت عندها 23 سنة بتحاول تتعلم جرافيك ديزاين، كل يوم بتتفرج على فيديو أو اتنين، بعد أسبوعين بدأت تحس إن مفيش جديد، بدأت تمل وقررت ترجع للسوشيال ميديا، لايفات فاضية وتقعد تتفرج على الفيسبوك. الحل غير الطريقة مش الهدف. يعني لو بتتعلم من فيديوهات جرب كتاب، لو بتكتب جرب تتكلم مع حد، لو بتتمرن في البيت جرب تتمشى مع أصحابك. الملل سببه التكرار بنفس الشكل، مش التكرار نفسه. الوحدة وعدم التشجيع. في ناس حواليك مش هتفهمك، هيقولوا عليك مبالغ أو حتى بتتعب نفسك زيادة، وخصوصا لو مش شايفين نتيجة فورية. الحل دور على دوائر دعم حتى لو اونلاين، ناس بتشاركك نفس السكة ونفس الطريق، تابع صفحات، كوميونيتيز او حتى جروبات بتحفزك. ولو مفيش، انت نفسك تكون الداعم لنفسك، اكتب كل انجاز بسيط بتحققه، وافتكره وقت الزهق، الاحساس انك واقف مكانك. ساعات بتحس انك بقالك شهور كده بتتحرك بس مفيش نتيجة واضحة، زي اللي بيخس وزن او بيحاول يوفر فلوس او بيغير عاداته. الحل اعمل تقييم اسبوعي حتى لو بسيط جدا، كل يوم جمعة مثلا اسأل نفسك ايه اللي انا عملته كويس طول الاسبوع، ايه اللي محتاج اعدله، ايه خطوة بسيطة اعملها الاسبوع الجاي. لما تبص على التقدم الاسبوعي هتشوف انك بتتحرك فعلا. التشتت والمقارنة. تفتح انستجرام تلاقي واحد بدأ مشروع، تفتح تيك توك تلاقي بنت عملت ريبراند لحياتها، تبص لنفسك تحس انك ولا حاجة. الحل ممكن يكون ان انت تفصل بينك وبين الناس، انت ما تعرفش هم وصلوا ازاي ولا حتى بقالهم قد ايه بيحاولوا. قارن نفسك بنسختك من اسبوع مش حد غريب. في الاخر كل اللي قلنا ده مش عشان يخوفك، بالعكس عشان تبقى عارف ان الطريق له مطبات وان كل تحدي له باب خروج. بس اهم حاجة ما ترجعش،
ان اليوم ما يبقاش بيساوي صفر. عارف ايه اصعب خطوه في اي رحله؟ مش منتصف الطريق ولا حتى اخره. الصعب الحقيقي هو اول خطوه. اول ما تقول لنفسك انا هبدا، انا مش هسيب يومي يعدي تاني على الفاضي، انا مش ههرب من نفسي كل مره. دي اللحظه اللي بتفصل فيها بين اتنين: شخص بيعيش يومه عشوائي ويسيب حياته تمشي زي ما تيجي، وشخص قرر يمشيها بقراره حتى لو خطوه خطوه. بس خليني اقول لك الحقيقه، البدايه بتخوف دايما. بتخاف تفشل، بتخاف تبتدي وما تكملش، بتخاف من كلام الناس، بتخاف انك تطلع مش قد كلامك، والمخ يبدا يرمي لك اسئله صعبه توقفك. طب ولو انا ما نجحتش؟ طب مش يمكن انا مش مناسب للتغيير؟ طب هو انا بدات كام مره وفشلت؟ هنا بقى لو سبت دماغك هتسحبك تاني لورا. بس لو عرفت تكمم الصوت ده وتتحرك حتى لو خطوه واحده، انت كده انتصرت على اهم عدو بيحاربك: الخوف من البدايه. خليني احكي لك عن لمياء، بنت عندها 25 سنه، كانت بتحس انها مش قادره تعمل اي حاجه. كانت شايفه الناس حواليها بتحقق انجازات وهي كل يوم في السرير وتقول انا زهقت من نفسي. وفي يوم قررت تعمل خطوه غريبه، كتبت في ورقه جمله واحده: انا لسه هنا، وحطيتها قدامها. كل يوم تبص عليها وتقول انا هكمل حتى لو بحاجات صغيره. بدات تنظف مكتبها، بعدها بدات تقرا صفحه من كتاب، بعدها راحت ورشه صغيره، اتعرفت على ناس وبدات تتعامل معاهم. النهارده بتشتغل وبتساعد غيرها يخرجوا من نفس الحاله. البدايه مش محتاجه تكون مثاليه ولا محتاجه خطه عبقريه. البدايه محتاجه صدق مع النفس، تقول انا تعبت من التاجيل، انا زهقت من الكسل، انا عايز ابدا من دلوقتي مش من اول الشهر. المفتاح الحقيقي مش في الوقت المناسب، المفتاح في انك تخلق الوقت المناسب ده بنفسك. صدقني في اللحظه اللي هتبدا فيها حتى لو باضعف مجهود بتحس براحه ما بتعرفهاش، اسمها انا اخيرا اتحركت. لو رجعنا وافتكرنا كل اللي اتكلمنا عنه، كل واحد فيهم بدا من نقطه ضعيفه، بس كل واحد منهم قرر يوم واحد من غير صفر احسن من سنه فيها ولا خطوه. انا مش بحاول اطلعك سوبر هيرو، انا بحاول ارجعك لنفسك، افكرك انك تقدر وانك مش لازم تكسر الدنيا عشان تبدا، بس لازم تبدا عشان تكسر السكون اللي جواك. تعال نراجع سوا بقى بسرعه اللي قلناه. عرفنا ان مبدا نو زيرو دايز معناه انك تعمل حاجه واحده بس كل يوم، حتى لو بسيطه، حتى لو غير ملموسه، حتى لو محدش شافها اصلا، المهم انت تحسها. اتكلمنا عن ازاي تطبقه في كل مجال، في شغلك وفي دراستك، صحتك وعلاقاتك وحتى مع نفسك، وانك مش محتاج تكون مثالي، محتاج تكون مستمر. شفنا ايه اللي هيحصل لو كملت، وشفنا الكابوس اللي ممكن توصل له لو ما عملتش حاجه خالص، واستعدنا نفسيا للتحديات: الملل، فقدان الحماس، المقارنه، الوحده والتشتت، وحطينا حلول فعليه تقدر تمشي بيها. وختمنا برسائل حقيقيه: ان اصعب خطوه هي البدايه، وانها مش هتيجي لوحدها، انت اللي لازم تجيبها. ودي رسالتي ليك في الاخر: لو في صوت جواك بيقول انا تعبت، انا عايزك ترد عليه وتقول له انا بدات خلاص، والنهارده مش صفر. وانا هنا عشان اساعدك، مش عشان اقول لك تعمل ايه، لكن عشان نكتشف سوا ايه اللي يناسبك انت. لو عندك قصه مشابهه ممكن تكتبها في الكومنتس، وصدقني خطوتك الجايه حتى لو صغيره ممكن تغير حياتك كلها. ما تنساش نو زيرو دايز مش تحدي، نو زيرو دايز هو اسلوب حياه، اسلوب الناس اللي مش عايزه تعيش على الهامش، الناس اللي بتقول انا موجود ولسه عندي كتير اعيشه. ابدا دلوقتي حتى لو بدقيقه واحده، وانا مستنيك في الخطوه الجايه.